السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة علي فلوق، مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اليوم إن شاء الله غادي نوضح مجموعة من الأمور للناس حول الدفعة الثالثة للقطاع الغير مهيكل. قبل ما نبداو في الشرح ديال الموضوع ديالنا، إلا كنت أول مرة كتشوف القناة ديالي، ما عليك إلا الضغط على زر سبسكرايب وتفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد ديالي. إذا الإخوان، على بركة الله غادي نبداو في الشرح ديالنا. أول حاجة غادي نبدا بها هو هذا الموقع الآن اللي أمامكم، اللي هو ديال تضامن كوفيد. بغيت نأكد لكم بأنه هذا الموقع هذا ما عندوش علاقة نهائيا بالدفعة الثالثة، لأنه كان بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي كيقولوا الناس اخرين بأنه إلا بغيتي تعرف المصير ديال الطلب ديالك بطبيعة الحال بعد إرسال رقم البطاقة الوطنية إلى الرقم 1212، كنقول لهم خصك تدخل لهذا الموقع هذا باش تعرف المصير ديال الطلب ديالك، واش تم القبول ديالو او تم الرفض ديالو. يعني بغيت ناكد لكم بانه هذا الموقع هذا خاص فقط بالشكايه، لانه كان هذا الموقع هذا دار الناس اللي ما استفدوش من خدمات الرامد في الدفعه الاولى والثانيه، والناس اللي تسجلوا في تضامن كوفيد. يعني هذا الموقع هذا نساوه نهائيا، ما عندوش شي علاقه بالدفعه الثالثه. يعني الا بغيتي تعرف المصير ديال الطلب ديالك، وهو داك الميساج اللي كيردو لك 12 يا اما تقبل لك الطلب ديالك او لا رفضوه. بالنسبه لهذا الموقع هذا راه ما عندوش شي علاقه بالدفعه الثالثه، وكنأكد عليها وكنسطر بانه ما عندوش شي علاقه بالدفعه الثالثه بلا ما تفلى عليكم شي واحد. اذا الاخوان، الحاجه الثانيه اللي بغيت نشرحها لكم هي هذه الرساله، هذه هي الان امامكم، وفيها اللي مكتوب فيها: نطالبكم بإرجاع مبلغ دعم الدفعتين السابقتين في أقرب وقت لكونك لست رب أسرة، ونحيطكم علما أنه سيتم فتح تحقيق في الأمر. كنأكد لكم بأن هاد الرسالة هذه راه غير بغاو يخلعوا الناس، وشحال من واحد بغا يرجع الدعم ديال الدفعة الأولى والدفعة الثانية، وكنأكد لكم أنها رسالة مفبركة ما منهاش، وبغاو غير يخلعوا الناس. يعني هاد الرسالة هذه راه فوتوشوب، يعني مفبركة فقط، راه ما منهاش، وما تخلعوش. وبالنسبة للناس اللي استفدوا من الدفعة الأولى والدفعة الثانية، إن شاء الله راه غادي يستفدوا من الدفعة الثالثة. إذن الإخوان، الحاجة الثالثة اللي بغيت نأكد عليها هي أنه شحال ديال الناس صيفطوا رقم البطاقة الوطنية ديالهم إلى الرقم 1212 وما جاوبوهمش نهائيا. بغيت نأكد لكم أنه واخا ما جاوبوكمش راه غادي تستفد من الدفعة الثالثة. يعني خصك غير تكون رب أسرة ومستفد من الدفعة الأولى والدفعة الثانية. إلا كنتي مستفد من الدفعتين السابقتين يكون على يقين بأنك غادي تستفد من الدفعة الثالثة واخا ما جاوبوكش. وبالنسبة للناس اللي كيصيفطوا الرقم البطاقة الوطنية ديالهم إلى الرقم 1212 وكتوصلهم هذه الرسالة هذه: لقد سبق تقديم طلب بخصوص هذه البطاقة الوطنية. يعني اخويا، فين عندك المشكل؟ يعني صيفطي في المرة الأولى وما جاكش الميساج، وعاود تاني صيفطي رقم البطاقة الوطنية ديالك عاد جاك هذا الميساج هذا. يعني في الأول راك تقبلتي وتسجلتي واخا ما جاكش الميساج بقبول الطلب ديالك. زيد ملاحظة أخرى هي أنه راه ماشي ضروري تصيفط الرقم البطاقة الوطنية ديالك راه غادي يجاوبوك في البلاصة. لا، راه ممكن يجاوبوك في البلاصة، ممكن ما يجاوبوك حتى الغد ليه، ممكن يجاوبوك على يومين، ممكن يجاوبوك على 12 ساعة، 48 ساعة، 24 ساعة. راه شحال من واحد كيصيفط الميساج اليوم ما كيجاوبوه حتى الغدا في الصباح ولا الغد ليه في العشية. يعني ماشي ضروري كتصيفط الرقم البطاقة الوطنية ديالك راه غادي يجاوبوك في البلاصة. إذن الإخوان، بالنسبة للناس اللي كيصيفطوا رقم البطاقة الوطنية ديالهم إلى الرقم 1212 وكيوصلهم واحد الميساج من عند تضامن، يعني ميساج ديال الدعم، أول حاجة كيوصلهم هاد الميساج هذا اللي هو الآن أمامكم، اللي فيه: عند الحاجة اتصل بي، يعني 10 الأرقام، وكيقول لك كيفية السحب شاهد. يعني كيصيفطوا لك واحد اللين كتدخل لهداك الموقع هذاك تشوف كيفية السحب.
وشحال من واحد كيوصلو غير هاد الميساج هذا وما كيصيفطوش ليه الميساج ديال الدعم. يعني كيقول لك اش هاد الشيء، يعني الا وصلك هاد الميساج ديال عند الحاجه اتصل بي، كون على يقين غادي يوصل لك الميساج ديال السحب. يعني راه ممكن يوصلك على ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات. شحال من واحد طرى هاد الموقف هذا، يعني كيصيفطوا ليه هاد الميساج هذا بعد مرور ساعة أو 3 ساعات أو 4 ساعات عاد كيوصلوا الميساج ديال الدعم. يعني إلا صيفطوا لك هاد الميساج هذا خويا بلا ما تخلع، غير صبر راه غادي يوصلك الدعم ديالك بإذن الله. بالنسبة للناس اللي كيتصلوا بالدعم ديالهم وكيمشيو باش يخرجوه من الشباك الاوتوماتيكي، يعني راه كيوقعوا في المشاكل. كاين اللي كيمشيو كيقول ليه الرقم السري غير صحيح، وكاين اللي كتقول ليه العملية مرفوضة. بالنسبة لهاد الناس هادو اللي كيوقعوا لهم هاد المشاكل، يعني كتقول لك العملية مرفوضة، عاود المرة الأولى والثانية والثالثة وإن شاء الله راه غادي تسحب الدعم ديالك. وبالنسبة للناس اللي كيقول لهم الرقم غير صحيح، غير بشوية عليك اخويا تدخل الارقام ديالك، راه بعض المرات كيكون الريزو قليل يعني اولا هذاك الشباك الاوتوماتيكي يعني تبلوكا. يعني بشوية عليك تدير الارقام ديالك وتدخل الرقم السري ديالك وتدخل المسائل ديالك، وان شاء الله راه الدعم ديالك غادي تسحبو بكل هدوء ان شاء الله. اذا الاخوان، قبل ما ننهي الفيديو ديالي بغيت نتطرق لواحد الموضوع اللي ثار الانتباه ديالي وصراحة شفتوه في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الناس كتقول مواقع التواصل الاجتماعي بأنه كاينة الدفعة الرابعة للقطاع الغير المهيكل. هاد الشيء راه غير كذوب، مازال ما كان حتى شي حاجة نهائيا لحد هذه الساعة، وما تمش تصريح بها بعد. بالفعل الدفعة الرابعة كاينة بالنسبة للناس ديال الضمان الاجتماعي فقط، ولكن كاينة بشروط كما كتعرفوا. أولهم ضروري تكون رب أسرة وموقف عن العمل خلال شهر يونيو، يعني خلال شهر 6، كما داروا مع الناس ديال القطاع الغير مهيكل، يعني صحاب الضمان، صحاب الرميد وصحاب التضامن. يعني هما فقط استفدوا فقط من الدفعة الثالثة. يعني كما كتعرفوا راه حتى هي كانت بشروط، وهو تكون رب أسرة وموقف عن العمل في شهر يونيو. وفي الأخير كما كندير ديما في الفيديوهات ديالي، ما غاديش ننسى هذوك الناس اللي صراحة تجلو في المواقع ديال الشكاية وترفضوا لهم الشكايات ديالهم. يعني هاد الناس هادو صراحة العيد الكبير قرب، راه خاص يديروا معاهم شي حل حتى هما باش يستافدوا من الدفعة الأولى والثانية والثالثة. يعني يفتحوا لهم شي مواقع حتى هما باش يستافدوا كيف ما استفدوا الناس جميعا، حيث الأغلبية ديال هاد الناس هادي محتاجة ومازال ما استفدوش. المهم الله يدير شي تاول ديال الخير. إلا عجبك الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع الناس ودير ليه جيم وتشترك معي في القناة إلا مازال ما اشتركتيش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو آخر إن الله.